نبدأ بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي كل فيديو ما تنساش تعمل لايك، عاوزين نوصل المقطع ل 10000 لايك، واشترك في القناة لو دي أول مرة ليك. ويلا نبدأ. اتحاد العدالة فريق من الأبطال الخارقين بيضم أقوى الأبطال واللي وظيفتهم محاربة الجريمة وإيقاف الأشرار. قوتهم وأعمالهم خلتهم من أشهر الشخصيات، وكل الأطفال كانوا بيحبوهم، ومنهم جوني واللي كان يوميا بيتفرج على برنامج أخبار الأبطال. بس أمه بتطفي التلفزيون وتقول له اطلع نام. بيطلع وهو زهقان من أمه ومن البيت. بيقعد في أوضته اللي مليانة صور ومجسمات لكل الأبطال اللي بيحبهم. بتدخل عليه بعد ساعة وتقول له خش نام، وبتطفي النور. بتخرج وتلاقي النور اشتغل، فبتخش تطفيه وتخرج والنور بيشتغل تاني. بيقول لها والله ما عملت حاجة. اللمبة بتطفي وتشتغل لوحدها، وفجأة بتنفجر والنور بيتقطع في البيت كله. بيبص على اللمبة ويلاقي كهرباء خارجة منها. بيبص على لعبة ومن غير ما يلمسها بتشتغل. ايه اللي بيحصل ده؟ بيبص من الشباك على عمود كهرباء، وبنظرة بيشتغل وبنظرة بيطفي. ايه ده؟ انا عندي قوة خارقة. بيلعب في كهرباء المدينة كلها لحد ما يحرق تلفزيون البيت. في الصباح بيروح المدرسة ويقابل صاحبه توم. بيقول له انا اكتشفت قوتي الحقيقية، وبيعدي السكة وهو بيغير من اشارات المرور. بيقابله في السكة ولد اشقر على طول بيتنمر عليهم. بيقول لتوم بص على اللي هيحصل. بيركز مع الراديو اللي جنبهم ويخليه ينفجر. صاحبه بيقول له انت عندك قوة اسطورية. قال له والله مش متأكد، كل اللي اعرفه ان في طاقة كهربية بتخرج من جسمي. صاحبه بيقول له يبقى اكيد انت كمان نشطت قوتك. اكيد حد من اهلك عنده قوة. جوني بيقول اكيد مش امي، ممكن يبقى ابويا، وخصوصا اني معرفش هو مين. بياخدوا ويروحوا مدينة الملاهي، بيلمس اللعبة ويخليه يلعب من غير ما يدفع. توم بيقول له بالقوة دي انت ممكن تنضم لاتحاد العدالة، بس لازم في الاول تختار لنفسك اسم بطولي. جوني بيقول له فكرة حلوة، ايه رأيك في الفتى الكهربائي؟ وفعلا من اليوم اللي بعده بيبدأ في تصميم ملابس للبطل. ملابس توحي بالكهرباء، والصراحة شكلها اسطوري. توم قال له كده اخترنا الاسم والملابس، اتفاضل بس التحكم في القوة. بيتدربوا مع بعض عشان يزود من تحكمه بالقوة. وتوم بيقول له اعتقد انك ممكن تكون مجال مغناطيسي وتستخدمه في الطيران. بيحاول مرة في التانية وفعلا بيقدر يطير في الجو. قال له كده خلصنا، باقي بس نلاقي جريمة ونقبض على الجاني. بيستنوا في الشارع بس مفيش جريمة. عايشين في مدينة صغيرة وكله عارف بعضه، وده اللي مخلي اصلا مفيش ولا بطل موجود في المدينة. توم قال له خلاص انت تروح لمكان مليان اطفال وتعلن عن نفسك، ومفيش مكان بيتجمع فيه الاطفال احسن من حمام السباحة. وفي اليوم اللي بعده بياخد ملابس البطل ويطير في الجو. بيظهر قدام كل الاطفال ويقول لهم انا البطل الجديد للمدينة، واسمي هو الفتى الكهربائي. كل الاطفال بيفرحوا بيه، بس الولد اللي بيتنمر عليهم بيقول انا شفتك قبل كده، مش ده جوني؟ ده جوني اللي معانا في المدرسة، انا عارفه وعارف مكان بيته. جوني بيتوتر ويفقد تركيزه. قوته بتخرج عن السيطرة وبيقع في المية. وفجأة شحنة كهربية بتخرج من جسمه وتنتشر في حمام السباحة. كل الموجودين بياخدوا صدمة كهربية بتقتلهم. الباقية شافوا اللي حصل وخرجوا يجروا في وسط الشارع. فالعربيات بتخرج عن الطريق وتصطدم بالمحلات، ومنهم شاحنة بتخبط في بنزينة وتسبب انفجار عملاق. المدينة الهادية بعد وصول البطل ما بقتش هادية خالص. ظهور اول فاشل جدا. جون بيقول لتوم والله ما كان قصدي. قال له عارف، بس هنعمل ايه مع الناس دلوقتي؟ فجأة المكنة اللي جنبهم بتشتغل وتخرج فلوس. جوني بيقول تصدق فكرة حلوة، انا عرفت هستخدم قوتي ازاي. وبعد 10 سنين وفي السجن، سجن سوبر ماكس والمعروف باقوى سجن في العالم، سجن مشدد لكل الاشرار اصحاب القدرات، وفي كل مسجون بيلبس قيد بيمنعه من استخدام قوته، والحراس يقدروا يستخدموها عشان يشلوا حركته. المسجون جوني الصاعقة وصل قرار خروجه. ده جوني بعد ما كبر ب20 سنة. اتقبض عليه وهو بيسرق واتحكم عليه ب8 شهور سجن. بيشيلوا القيد من عليه قبل ما يخرج. وهو خارج بيشوف لوحات واطعمة ومشروبات داخل المكان. الحارس بيقول له دي هدية من السيد ماتس، كان اقوى شرير في العالم ولقبه الوغد، بس دلوقتي فاتح جمعية خيرية وبيقدم هدايا للسجن. وده طبعا بعد ما عرف الكل انه اعتزل الشر واصبح رجل اعمال شريف. جوني بيخرج ويلاقي صاحبته كيسي مستنياه. بيتاخدوا بالعربية ويرجعوا البيت، بس الغريب انه بيلاقي اصحابه مستنيينه جايين يحتفلوا بخروجه من السجن، خمر ونساء طوال الليل. في نفس الوقت الاشرار في السجن كانوا بيحتفلوا على شرف مستر ماتس. واحد منهم بيقول انا سمعت انه كان قوي وهو صغير. التاني بيرد عليه ويقول له ما زال قوي، انت ما سمعتش عن الشرير داني؟ الراجل ده كان مجرم قديم، واخر عملية كانت سرقة 5 مليون دولار من السيد ماتس. هرب بالفلوس واختفى. وبعد سنين ظهر في ولاية ميامي مع
مراته وعيلته، وكل ده بفضل الفلوس اللي سرقها من السيد ماتس. بس مع ظهوره كل حاجة اتغيرت. في يوم صاحبه القديم راسه انفجرت، بعدها صاحبته، بعدها مساعده، بعدها شريكه، بعدها امه واخوه وبواب العمارة. الموظفين في شركته كلهم انفجرت رؤوسهم. هرب مع مراته بعد موت 241 شخص يعرفهم. راحوا الغابة عشان يستخبوا، بس مراته جالها صداع وراسها انفجرت قدامه. ماتس ظهر من وراه فداني بيقول له اقتلني اقتلني انا كمان، بس ماتس قال له لا، كفاية اللي انت وصلت له. هي دي طريقته، تعذيب خصومه نفسيا لحد ما يوصلهم للانتحار. بس الكلام ده كان زمان. دلوقتي في اشاعات بتقول انه اسس منظمة باسم الشبكة، ودي بتتحكم بعدد كبير من المجرمين، بس الكلام ده مجرد اشاعات مفيش اي دليل عليه. جوني بيتكلم مع صحابه، واحد منهم اسمه الصقيع بيقول له الدنيا اتغيرت كتير من وقت ما كنت في السجن، احنا جينا عشان نحتفل بخروجك وعاوزين نعرف هتكمل ازاي في الحياة وانت راجل ما عندكش شغل. جوني بيقول له اخلص، ايه المهمة اللي جاي عشانها؟ الصقيع بيوريه مهمة مجنونة، 10 محلات جواهر في منطقة صغيرة هنخش عليهم بالدراجات ونسرقهم، بس بشرط واحد، ان المهمة تخلص في 10 دقايق. لو ده حصل الشرطة مش هتعرف تروح لفين ولا لفين، وهنقدر نخلص المهمة بدون خساير. وكمان المنطقة دي معروفة بقلة الجرائم، ففي الغالب مش هنلاقي ابطال خارقين يقفوا قدامنا. جوني بيقول ايه الخطة الجامدة دي، مين اللي حطها؟ الصقيع بيقول له انا طبعا، ومين غيري هيحط الخطط؟ كيسي بتدخل عليهم وتقول كفاية لحد كده، انتوا وراكم شغل بكرة. بتديهم امر يخرجوا من البيت، وفعلا التلاتة بينفذوا الامر. شكل عندها قوة نفسية وبتسيطر على الناس. كيسي بتقول له انت فعلا هتشترك في المهمة دي؟ بيقول لها اه طبعا، الخطة ممتازة، ايه رأيك تشتركي معانا؟ قوتك هتفيدنا جدا في المهمة. بتقول له استحالة ادخل في مهمات خطيرة زي دي، وخصوصا لما تعرف مين اللي حط الخطة. الشبكة منظمة سرية للاشرار الخارقين، بتحط خطط وتنشرها لكل الاشرار، واللي هينفذ الخطة وتنجح لازم يدفع 30% من الفلوس اللي سرقها. ما لهمش اي مسؤولية لو الشرير اتقبض عليه فمع نفسه، ولو نجح في المهمة هياخدوا منه نسبة 30%. عشان كده انا مش عاوز اتورط معاهم، وانت كمان ابعد عنهم، احنا ممكن ندور على شغل ونكمل حياتنا مع بعض. بيقول له خلاص انا اقتنعت برأيك، هقول لهم اني رافض المهمة. وبعد 6 ساعات بينطلق مع الفرقة لاول محل، بيوقفوا اجهزة الانذار ويسرقوا كل اللي فيه. بيروحوا للمحل التاني، بس فجأة جهاز الانذار بيشتغل. ازاي يشتغل قبل ما نخش اساسا؟ عصابة تانية خدت الخطة وحاولت تسرق المحل، بياخدوا الدراجات ويهربوا من المنطقة، بس الشرطة بتنطلق وراهم باعداد ضخمة، حرفيا بتحاصرهم من كل مكان، عاوزين يسدوا عليهم الطريق. بس جوني في لحظة بيستخدم قدرته، بيوقف كل العربات ويخليهم يخبطوا في بعض. بيلاقوا كمان شرطة مستنيهم، فصاحبه والمعروف باسم المنتقل بيستخدم قدرته، في لحظة بينقلهم للشارع اللي بعده. من اسمه بيقدر يستخدم الانتقال الآني. مع كل الشرطة دي القنوات بدأت تذيع اللي بيحصل، وكيسي شافت الأخبار على التلفزيون. الشرطة بتطلب المساعدة من الأبطال، وواحد فعلا كان قريب من المدينة وفي الطريق للمساعدة، جاي بوسيلة مواصلات واللي هي 4 طيارات شايلينه. البطل معروف باسم رجل الجبال، عملاق بقوة أسطورية، بيحدفهم بالعربيات عشان يبطئهم. بيحاولوا يسبقوه بالسرعة لكنه أسرع منهم. جوني بيرجع له ويديله ضربة كهربية عشان يسقطه، بس ما شاء الله زي البغل ولا بيتأثر. الصقيع بيديله ضربة بتجمد نص وشه. وصاحبهم الرابع واسمه كسمت بيستخدم قدرته، قدرة الحظ السيء، بيديله ضربة حظ، وفجأة الطيارات بتنزل على راسه. أي طيارة معدية في المدينة بتقف وتنزل على راسه، والعملاق بيتقلب على المبنى اللي جنبه ويفقد الوعي. قدروا يهزموا أول بطل وبيكملوا في رحلة الهرب. هدفهم يوصلوا للكوبري، وهناك مستنياهم مروحية مأجرينها، بس فجأة بيظهر وراهم رجل المطاط، بطل جديد لسه ظاهر من 8 شهور، وبيقدر يحول نفسه الكرة من المطاط. وفي شكل الكرة مش بس سريع، ده كمان ضرباته مميتة. بينزل على دراجة المنتقل بضربة بتقسمها نصين، والمنتقل في آخر لحظة بينقل نفسه، بيكمل وراهم وهو بيدمر في المدينة، مش مهتم بالناس، أهم حاجة إنه يقبض على المجرمين. الصقيع بيكون طريق من التلج بس برضه بيكمل وراهم. جوني بيديله صدمة كهربية لكنها ما أثرتش فيه جامد. المعروف عن المطاط إنه عازل للكهرباء. كسمت بيديله ضربة حظ سيء، فالعواميد الحديدية من منطقة البناء بتنزل على المكان، بيتفاداهم الواحد ورا التاني. فجوني بيقول للصقيع هاجمني، بينفذ الأمر، وساعتها المنتقل بينقل الهجوم، بيعمل حواجز قدام رجل المطاط بتجمد ايده. فجوني بيديله ضربة كهرباء عشان تشله، والصقيع بيدوس على رجله بالدراجة ويكسرها. الكسر ده محتاج
اسلاك شرايح ومسامير. قدروا يفوزوا على بطلين وخلاص وصلوا الكوبري واتفضل لهم دقايق ويهربوا من المروحيه، بس فجأة بينتقلوا ويلاقوا نفسهم رجعوا للمدينة من تاني، والمرة دي واقف مستنيهم بطل معروف وسط الناس باسم بريتوري. بريتوري بطل بقدرة اسطورية، قدرة قوية حتى وسط الابطال لانها قدرة التعدد. بيقدر يستخدم 200 قدرة وهو نفسه ما يعرفش هيستخدم قدرة ايه. واحدة من القدرات اللي استخدمها كان الانتقال الآني واللي نقلهم بيها قدامه. بيستخدم قدرة جديدة وهي التناسخ، بيعمل 3 نسخ من نفسه عشان يقدر يواجه الأربعة، 4 ضد 4. بس كده كل نسخة هتقدر تستخدم قدرة مختلفة. المجموعة بتتفرق عشان يهربوا. الصقيع بيدخل الغابة وبريتوري وراه، بيديله ضربة ضخمة من التلج فبيستخدم قدرة جديدة وهي النار، بيصد بيها ضربة التلج ويسيحها. وفي لحظة بيجي قدامه ويديله ضربة بترميه في الهواء، بيطير وراه عشان يلزقه في الأرض. بريتوري معروف بإنه سفاح مش بيرحم خصومه، بينزل وراه ويديله 30 ضربة ويثبت راسه في الأرض. النسخة التانية بالطارد كسمت، بيحاول يستخدم عليه الحظ السيء فبيردها عليه بقدرة الانعكاس، بيحول الحظ السيء لكسمت. وفجأة بيلاقي السماء بتمطر سمك بلطي ومن وراها سمكة قرش بتنزل عليه وتبلعه. المنتقل وجوني كانوا بيحاولوا يهربوا بس بيظهر قدامهم، هو كمان بيستخدم الانتقال الآني، بيدي المنتقل ضربة بتطيره، ضربة تانية بتكسر بيه العربية. ما تفضلش إلا جوني بيديله ضربة بتسقطه. جوني بيقول له مش هيتقبض عليا تاني، بيستخدم قدرته ويشغل كل كشافات العربات وبسرعة بيهرب. لا ما هربش، كل النسخ ظهرت قدامه بعد اصحابه ما اتهزموا. بيقول له يا كابتن 4 ضد 1 مش عدل. بريتوري قال له ولا تزعل نفسك كده، بقينا 1 ضد 1. بيقرب منه ويقول له هي دي جريمتك الاولى ولا دخلت السجن قبل كده؟ جوني بيقول له مالكش دعوة. بينتقل لظهره ويقول له جاوب. جوني بيقول له انا كنت في السجن ولسه خارج امبارح. قال له امبارح وجاي تسرق النهارده؟ اعتقد اني هحس بالذنب لو رجعتك السجن تاني. خلاص انا قررت اسيبك المرة دي، هديلك فرصة تانية عشان تعيش حياة صالحة، والكلام ده لاصحابك برضه. المرة دي هي الفرصة الأخيرة، مش عاوز اشوف وشكم تاني. وفورا بيطير في السماء. الأربعة مش فاهمين ايه اللي حصل، بس كل شيء بيوضح لما كيسي بتقف قدام جوني وتاخده بالعربية وتمشي. بيقول لها هو انت سيطرتي عليه وخليتيه يسيبنا نمشي. الصقيع بيقول انت قدرتك اسطورية، لو انضميتي لينا محدش هيقدر يقف قدامنا وحتى بريتوري. كيسي بتقول له لا طبعا، بريتوري بيستخدم 200 قدرة، ممكن المرة الجاية يكون معاه قدرة تقدر تصد قوتي. بريتوري بيرجع لمقر اتحاد العدالة وهو مش عارف او مش فاهم ليه سابهم يمشوا. جوني بيرجع مع كيسي واللي بيقول لها بفضلك قدرنا نخلص المهمة. كيسي بتقول له بس الحياة كده مش هتكمل، انا ما اقدرش اكمل علاقتي بواحد ممكن يخش السجن في اي لحظة، والاهم انك كذبت عليا امبارح ورحت سرقت. جوني بيقول لها طب اعمل ايه الوظيفة اللي تخلينا نكمل مع بعض؟ بتقول له انت شرير خارق، قدرتك قوية وممكن تستغلها، بس الاهم تستغلها بطريقة ما ترجعكش للسجن. انا عندي مهمة واحدة، مهمة بغنيمة ضخمة نقدر بيها نأمن حياتنا ونبعد عن الجريمة والشر للأبد. بيقول لها وفين المهمة دي؟ كيسي بتقول له تعرف الحرارة هو شرير أسطوري كان معروف في فترة السبعينات بجرايمه الكتيرة. بيدخل البنك أو المحل ويسرق كل اللي فيه بقوة النار وبعدها بيخرج من غير ما يتقبض عليه. طوال تاريخه ما اتقبضش عليه ولا مرة، وما قتلش إنسان طوال حياته، وكل ما كان يختفي ويتقال إنه مات أو اتقبض عليه كان بيرجع بجريمة جديدة لكنه بيقول أنا لسه موجود. الراجل ده هو معلمي، علمني إزاي أستخدم قدرتي وإزاي أسرق. أنا سمعت إنه بيجمع فريق لعملية كبيرة، والعميل المرة دي من خارج البلد، والمهمة مكافئتها 50 مليون دولار، وهو بلغني إن في مكان فاضي في الفريق وعشان كده عاوزاك تنضم لينا. وفي واحد من الشواطئ راجل متنكر بيستخدم قدرته عشان يسحب مفتاح عربية، بيروح للجراج عشان يسرقها، بس بيظهر قدامه بطل باسم المصارع وحرفيا بيدوس على وشه. في واحد من صالات القمار 2 بيتخانقوا في اللعب، واحد بيخبط التاني في الترابيزة فالراجل بيطلع المطوة ويقطع صوابعه. الاتنين بينزلوا ضرب في بعض، بس في النص كده بيسرقوا الفلوس من غير ما حد يحس. وبيقطع الاكشن مكالمة تليفون ليهم هما الاتنين. نفس المكالمة بتوصل لاشخاص كتيرة، وكيسي بتوصل عند الحرارة، راجل كبير في السن وتحسه طيب، بس زي ما قلنا ده كان واحد من اشهر المجرمين، فاتح مغسلة عشان يخبي انشطته الاجرامية. كيسي بتقدم له جوني والراجل بياخدهم في جولة في المغسلة، بيشوف جرايم قديمة فيها اخبار عن الحرارة واللي كان عضو في واحد من اقوى عصابات الاشرار على مر التاريخ. بس مع الوقت العصابة دي اتفككت وكل واحد كمل في طريقه. مع
معلق مسدسين على الحيطة، هم دول مسدسات النار اللي كان بيستخدمها. الحرارة اللي خارجة منهم تقدر تسيح خزنة فلوس، بس ده معناه ان ما عندهوش قدرات خاصة. الحرارة بيقول له عشان تكون شرير لازم تكون ذكي. الموضوع كله في وضع الخطط، ازاي تكون موجود في مكان الجريمة في الوقت المناسب. بس الغريب اكتر ان الاسطورة طلعت كذب. الحرارة اتقبض عليه اكتر من مرة بس ما كانوش عارفين ان ده هو الحرارة. بياخدهم لغرفة الاجتماعات وكان مستنيهم مجموعة من المجرمين من غير حتى ما يعرفهم على بعض. بيقول هنبدأ في المهمة على طول. انتوا عارفين قوة اتحاد العدالة وازاي الابطال كتروا في المدينة، وعشان كده تم تأسيس الشبكة، منظمة اشرار هدفها التحكم بالاشرار والسيطرة عليهم، وفي المقابل بياخدوا نسبة قدام اي جريمة بتحصل في المدينة لازم تدفع لهم والا هتتعاقب. واحد منهم اسمه جوش بيقول عشان كده اخترت مجموعة من الاشرار المغمورين، كل الموجودين مالهمش جرايم معروفة واكيد الشبكة ما تعرفش انهم موجودين اساسا. جوني بيقول له مين ده اللي مغمور؟ لو عاوز تعرف قوتي انا ممكن اوريك. بيخرج شحنة كهربية ضخمة بتقطع الكهرباء عن المدينة بالكامل. بيحاول يهاجمه بس الهجمة بتعدي منه. الراجل بيعدي من جسمه وبعدها بيثبته في الحيطة. اعرفك بنفسي انا اسمي جوش ومعروف باسم الشبح. جوش هو مجرم مغمور اتحبس بسبب واحدة من عمليات السرقة. المجرمين كانوا هيعملوا معاه الغلط في السجن بس الحرارة ساعده هناك ووفر له الحماية طول فترة سجنه، ومن وقتها جوش بيقدر الحرارة وبيحترمه. الحرارة بيهدي الوضع بينهم ويقول قوتكم دي محتاجينها. العملية مقسمة لجزئين وما نقدرش نبدأ في التانية الا بعد ما نخلص الاولى. الجزء التاني هو الرئيسي بس الجزء الاول خطير. المهمة الاولى هي انقاذ شرير من الشرطة. الراجل ده دوره مهم جدا في الجزء التاني من المهمة، والشرير ده اسمه تي كي. كان بيحاول يسرق مخزن لكن البطل المصارع وقفه وقبض عليه. تي كي بيقدر يتحكم في المعادن بس قدام قوة المصارع الجنونية ما قدرش يصمد. دلوقتي هو في طريقه للسجن وهيتم نقله بالطائرة العسكرية، لازم نحرره قبل ما يوصل لهناك. بيسألوه طب ايه الجزء التاني من المهمة؟ قال لهم مش هتعرفوه الا لما نخلص الجزء الاول، بس ما تقلقوش كل اللي محتاجينه عشان نخلص المهمة موجود. العميل بتاعنا متكفل بكل المصاريف وكمان هيدينا 50 مليون دولار لما نخلص المهمة بنجاح. العميل عايش في رومانيا ومستني نجاحنا بفارغ الصبر. فالعميل بتاعنا اجنبي واحنا اشرار مغمورين، فغالبا الشبكة مش هتعرف حاجة عن الموضوع وبكده مش هنحتاج ندفع العمولة. وفعلا من اليوم اللي بعده الشرطة بدأت في عملية نقل الشرير تي كي، مقيدينه بأجهزة بتمنعه من استخدام قدرته. البطل المصارع بيقول لهم انا رايح عشان اقابل مدير السجن، عشان كده هشارك في عملية تأمين النقل، وبيركب فوق الطيارة وبتبدأ الرحلة. في الوقت ده الحرارة بيروح لمطار عشان يأجر طيارة بس الموظفة بتقول له لازم تمضي الورق من المدير الأول. جوني بيدخل عليهم ويقول مصيبة، في راجل الطيارة خبطته وحولته اللحمة مفرومة. بيخرجوا ويلاقوا واحد فعلا ميت. الاتنين بيستغلوا الفوضى عشان يسرقوا طيارة، وده بعد ما أفقدوا الكابتن الوعي. بيجيبوا الراجل اللي اتفرم أو البقايا بتاعته. الراجل ده اسمه رودي وعنده قدرة التجدد. أخوه اسمه سامي وبرضه عنده نفس القدرة. الحرارة وجوني بيسوقوا الطيارة ويبدأوا الرحلة، وكيسي في الوقت ده كانت في قارب على شواطئ أمريكا. هي بتصيف ولا إيه؟ طيارة السجن بقالها 4 ساعات للوصول للسجن بس طيارتنا قربت منهم. جوني بيستخدم قدرته عشان يقطع عليهم الاتصال، وسامي بيفتح الطيارة وينط منها. بينزل على طيارة السجن وجسمه بيتدمر، وبعدها على طول رودي بينزل وراه ويدي المصارع بالفاس ويرميه من الطيارة. بيقول لهم المهمة انتهت تقدر تنزل دلوقتي. فالشبح بينط وراهم ويستخدم قدرته عشان يتسلل لجوه الطيارة. الجنود فورا بيصوبوا عليه لكنه بيستخدم قدرته عشان يتفادى. وفوق الطيارة المصارع بيرجع ويدي رودي ضربة بس بيستخدم حبل عشان يرجع له تاني. المصارع يعتبر اقوى بطل في اتحاد العدالة، بيدي ضربة رودي بتثبته وبينزل فيه ضرب لحد ما يكسر سنانه. المصارع بيقول له انت من اكتر القدرات اللي بكرهها. في الوقت ده الشبح بيخرج مسدس ويدي لكل جندي رصاص مخدر بيفقدهم الوعي، وبيظهر من ورا الكابتن ويقول له معاك سلاح. الكابتن بيقول له لا، فقال له خلاص كمل في طريقك. وهو بيرجع لتي كي ويحاول يحرره. جوني بيستخدم قدرته عشان يبطئ من حركة الطيارة، ورودي كان لسه بيحارب المصارع. مش بيحارب، هو بيتدرب. كل ده عشان يدي وقت للبقية. والشبح مش قادر يحرر تي كي لان الجهاز عليه كلمة سرية بيحاول ياخدها من الحراس بس رافضين. المصارع بيقول لرودي هخلص عليك وبعدها روح للبقية. رودي بيحط رجله في المحرك عشان يعميه بالدم بس المصارع ما وقفش
وبيخلع دراعه بينمو دراع جديد وبسرعة بيمسكه وينط بيه من فوق الطيارة. الاتنين بينزلوا في البحر وفي السكة بيتضرب زي العادة. فجأة المصارع بيلاقي نفسه في المية وقدامه حورية بحر بتقول له احنا محتاجينك عشان تنقذ مملكة أطلانتس. بيقول لها انا بطل وهدفي اساعد الكل. رودي بيطلع على القارب بتاع كيسي، انقذته بعد ما انقذت سامي، والمصارع جنبهم فاقد الوعي. كيسي استخدمت قدرتها عليه عشان تدخله في حلم طويل، والطيارة قربت من السجن والشبح مش قادر يعرف كلمة السر. جوني بيقول مفيش الا حل واحد، بيستخدم كل قوته ويوجه الطيارة للارض. لو مش هنقدر نحررها فلازم ندمرها. الشبح بيقول للحراس لو ما ساعدتونيش هتموتوا. فجأة الطيارة بتقف قبل ما تصطدم بلحظة. الحارس حرر تيكي واللي فورا استخدم قدرته عشان يرفع الطيارة، وبيدي الحارس ضربة بتفقده الوعي. نجحنا في الجزء الاول من الخطة، قدروا ينقذوا تيكي بدون خسائر، والحرارة بياخدهم لفندق في وسط المدينة. بيقول لهم باقي عضو جديد هينضم لينا، واول ما يوصل هبلغكم بالمهمة. بيقولوا طب قول لنا فين مكان المهمة. بيقول لهم انتوا شايفينه قدامكم. بيبصوا حواليهم ويقولوا كافيه عاوزنا نسرقه ولا ايه. كيس الوحيدة اللي لاحظت وقالت انت اكيد بتهزر، لو قصدك المكان ده يبقى انت مجنون. جوني بيبص على الشباك وبتقول له المبنى اللي قدامنا مبنى اتحاد العدالة هو مكان المهمة. الكل بيقول ايه العبط ده، احنا مروحين. بيقول لهم استنوا تعرفوا البطل برين ويف، بطل مشهور وقدرته هي قراءة الافكار. اعتقد انه دلوقتي قرأ افكارنا وفي الطريق لينا مع باقي الابطال. يعني انت جايبنا عشان يتقبض علينا؟ قال لهم حقيقي بس ده كان هيحصل لو انا مش موجود. برين ويف مش موجود في المقر، جات له دعوة لحضور مؤتمر في الصين وهيفضل هناك لمدة اسبوع. انا خططت لكل حاجة عشان كده عاوزكم تسمعوا الخطة، وزي ما قلت المكافأة 50 مليون دولار، وده في مقابل سرقة اتحاد العدالة والوصول لخوذة الكونت اورلوك. الكونت اورلوك كان اقوى شرير في القرن العشرين، بالخوذة بتاعته قدر يستخدم عشرات القدرات. الفلوس كانت بتتسرق لوحدها من غير ما يلمسها، بس اتحاد الابطال وقف قدامه، اقوى اعضائه اتحدوا عشان يواجهوه، وكل اللي قدروا عليه انهم ياخدوا الخوذة منه، ومن وقتها وهي محفوظة في قبو مقر اتحاد العدالة. بس الخوذة دي كانت بتمثل نص قوة الكونت اورلوك، ومن وقتها وهو مستخبي في دولة رومانيا بعيد عن الابطال. لما سمعت ان برين ويف هيسيب البلد سافرت رومانيا عشان اعرض عليه الخطة ووافق عليها. كيسي بتقول له حتى لو هو مشى فاتحاد العدالة فيه ابطال اقوياء يقدروا يهزموا الكونت اورلوك، ازاي هنقدر نقف قدامهم؟ بيقول لهم انا عندي خطة والعضو الاخير هيكون حجر الاساس فيها. وبره المكان الكل كان بيبص على واحد ماشي في الشارع، الدنيا بتشتي ما عدا في المكان اللي هو فيه، وده لانه بيقدر يتحكم في الطقس. كده اكتمل اعضاء الفريق بوصول العضو الاخير واسمه فوركاست. في الوقت ده حراس واقفين بيستقبلوا وصول السيد ماتس قائد منظمة الشبكة، جاي يزور السجن المشدد ويدفع الحصة الشهرية من التبرعات، والاهم انه بيقيم حفلة بيحضرها كل اشرار البلد المشهورين، بيعلن فيها انه خلاص هيعتزل العمل، هيسيب البلد ويقعد في مكان معزول، والشبكة هيسيبها للمساعد بتاعه واسمه العقرب، هو اللي هيدير المنظمة من بعده، وهتستمر بنفس القواعد ونفس النسبة. وهو خارج موبايل حارس الامن بيرن، الراجل بيخرج الموبايل قدام السيد ماتس وفجأة راسه بتنفجر، كل ده عشان الموبايل رن. كل واحد من اعضاء الفريق بيستريح شوية عشان يجهز لمهمة بكرة، ما عدا فوركاست وتي كي، كانوا رايحين بالقطار في رحلة بتستغرق 9 ساعات، وده عشان يوصلوا لولاية أطلانتا. الأبطال بيوصلوا لمقر اتحاد العدالة وسط هتافات الجمهور، كل الأبطال الأقوياء موجودين في المقر، ومنهم بريتوري واللي اكتسب شهرة كبيرة في آخر فترة. وفي ولاية أطلانتا زوجين كانوا بيزوروا المقابر، فجأة بيلاقوا هزة أرضية، هياكل عظمية بتخرج من تحت الأرض، الموتى بيخرجوا من قبورهم ويبدأوا في الحركة، ومن وسط الجثث بتخرج جثة مستحضر الأرواح، شرير قديم خسر قدام الأبطال ومات، بس شكله رجع وبيقود جيش من الزومبي. الجيش بيركب العجل ويتوجه لغزو المدينة، والأخبار بتوصل للأبطال واللي فورا بيتحركوا لإنقاذ المدينة، ومنهم بطل اسمه اليوتوبي، هو ده اللي هزم مستحضر الأرواح من 9 سنين. جوني والباقي بيستغلوا الوضع ويدخلوا مقر اتحاد العدالة، داخلين زي باقي الناس عشان يتفرجوا على متحف الأبطال. جوني على طول بيعطل الكهرباء وبيستغل قدرته عشان يسيطر على الكاميرات، وكيسي بتسيطر على الناس عشان ما يحسوش ان المجموعة دخلت، يعني هيخشوا ويطلعوا من غير ما حد يشوفهم. في الوقت ده الزومبي بيغزو المدينة اكننا بنلعب لعبة الزومبي والنباتات. فوركاست بيستخدم قدرته عشان يغير من الجو اكن مستحضر الارواح هو اللي عمل كده، وخطتهم ماشية زي ما كانوا عاوزين، والابطال في طريقهم للمدينة. جوني والبقية بيوصلوا لمعرض الابطال، المكان اللي فيه كل الكنوز اللي جمعها الابطال
وبتتعرض لكل الجمهور، وفعلا بيلاقوا الخوذة، فجوش بيستخدم قدرته عشان يسحبها. بس اللي ما كانوش عارفينه ان بريتوري كان لسه موجود في المقر، عنده وجع في بطنه ودخل الحمام في الوقت اللي وصل فيه خبر الهجوم على المدينة للأبطال، فكلهم راحوا ما عدا هو، والنهارده معاه قدرة جديدة وهي السمع الفائق، بيسمع الحوار بين الحرارة وباقي الأعضاء، فعلى طول بيركب الأسانسير ويطلع لمعرض الأبطال. بيلاقي خوذة ماشية لوحدها، فبيستخدم قدرة ويديله ضربة بتلزق جوش في الحيطة وتدمر الخوذة. بريتوري بيقول أغبية، أكيد يعني مش هنسيب الخوذة الأصلية قدام كل الناس، كل اللي قدامكم هي نسخ مزيفة من القطع الأصلية واللي موجودة دلوقتي في مخزن مؤمن تحت الأرض. جوش أول ما سمع الجملة بيستخدم قدرته ويغوص تحت الأرض عشان يوصل للمخزن. بريتوري بيستخدم قدرته عشان يهاجم باقي الأعضاء. كيسي بتحاول تسيطر عليه لكنه بيستحمل ويديها ضربة بتفقدها الوعي لدقايق. بيقول لهم انتوا مجموعة ضعفاء وانا لوحدي هقدر اوقفكم. بيستخدم عليها قدرة المية، فجوني بيحميها بجسمه. حظهم انها كانت قدرة ضعيفة، فبيستغلوا الوضع ويهربوا. بيستخدم قدرة جديدة ويرميهم بالصخور. بيسحب كارت جديد بقدرة جديدة، أشعة العين اللي بتسيح كل اللي قدامها وحتى الجمهور اللي كان في المكان. سامي بيجي من وراه عشان يغزع عينه، بس صوابعه هي اللي بتتكسر. كسب قدرة جديدة وهي الصلابة. بيمسكوا ويحدفوا على جوني. رودي بيهاجمه فبينزل فيه ضربه وبيكمل ورا جوني والحرارة. في الوقت اللي الشبح وصل فيه للقبو، بيدخل للمكان بس أجهزة الإنذار بتشتغل. الزومبي كانوا بيغزوا المدينة وبيهاجموا البشر الموجودين. فجأة هجمات سريعة بتطيرهم. الأبطال وصلوا للمساعدة. 5 أبطال جم عشان يسيطروا على الوضع، بس عدد الزومبي ضخم. بيوصل البطل السادس وهو المصارع، بضربة واحدة بيطير صف كامل من الزومبي. اليوتوبي بيقول احنا لازم نتخلص من المصدر وهو مستحضر الأرواح. اليوتوبي بيروح له ويقول له زي ما قتلتك من 9 سنين هقتلك وارجعك لقبرك. تيكي وفوركاست كانوا واقفين بيتفرجوا على اللي بيحصل، بس فجأة بيلاقوا المصارع قدامهم. بيقول لهم المكان خطير لازم تخرجوا بسرعة، بس استنى كده انا ما شفتكش قبل كده. تيكي بيقول له اكيد لا، هتشوف انسان تافه زي فين، وبيمشي بسرعة من قدامه. بريتوري بيكسر المبنى عشان يوصل لجوني والبقية، والشبح اخيرا قدر يوصل للقناع بالصدفة. جوني بيستخدم الكهرباء عشان يشغل نظام الاطفاء ويشتت بريتوري. الشبح بيجي لهم بالقناع. الحرارة بيقول له استخدم القناع بسرعة عشان نهرب. البسه وقول الكلمة السرية. قال له ايه الكلمة السرية؟ الحرارة قال له والله ما اعرف. الشبح بيبص للقناع ويلاقي الكلمة السرية مكتوبة جوه. بريتوري لسه هيستخدم قدرة، فالشبح بيلبس القناع ويقول انا عاوز اروح لمكان امن. الحرارة بيقول خدنا للصخرة السوداء، وعلى الفور الفرقة بتختفي. هما وتيكي وبودكاست بينتقلوا للمكان اللي قالوا عليه، واليوتوبي بيهاجم مستدعي الارواح بكل قوته وبيكسر بيه الارض. الراجل اساسا كان اتحول لجثة بعد الاتنين ما بعدوا عن المكان، ومن بعدها كل الزومبي بيتوقفوا عن الحركة. جوني والبقية بيلاقوا نفسهم في كافيه تقريبا. كيسي بتقول احنا فين؟ الحرارة بيقول احنا على الصخرة السوداء، وهي منطقة في رومانيا. ده المكان اللي عايش فيه الكونت اورلوك، وده من ساعة ما فقد الخوذة في قتاله ضد الابطال. الحرارة بيقول لهم انا ليا تاريخ طويل مع الكونت اورلوك، انا الحرارة والكونت اورلوك والسيد ماتس، احنا الثلاثة كنا من اقوى الاشرار في العالم. اتحاد الابطال تم انشاؤه عشان يوقفنا عند حدنا، فنقلنا اعمالنا لاوروبا عشان نبعد عنهم. بس كان في مشاكل كتيرة بين السيد ماتس والكونت اورلوك، الاتنين ما كانوش بيتفقوا مع بعض، بس كملوا الفترة وانشأوا الصخرة السوداء، مكان ضم اقوى الاشرار، وانطلق من هنا اقوى عمليات السرقة. بس مع مرور الزمن بدأوا يفقدوا الاعضاء لحد ما انفصل عنهم السيد ماتس، ومن بعده الحرارة. الوحيد اللي فضل هو الكونت اورلوك، والكلام ده كان من 30 سنة. الكونت اورلوك كان بيراقب اللي بيحصل وهو متعلق في السقف. الباب بيخبط وفجأة بيلاقوا بريتوري قدامهم، بيستخدم قدرته عشان يشل الكل. بيقول لهم للأسف قدرتي الجديدة هي التجميد الخارق، مش هتقدروا تتحركوا ولا حتى هتقدري تستخدمي قوتك عشان تسيطري عليا. بيدخل بعدها السيد ماتس. بريتوري بيقول انا حاسس انكم متفاجئين، انا بطل خارق بس في نفس الوقت شغال مع الشبكة. السيد ماتس بيقول انا حزين، عملتوا عملية من غير ما تدفعوا نسبة الشبكة، لولا اني عارف اسم الصخرة السوداء ما كنتش هقدر اوصل لكم، بس اللي حصل ده مش هيمر بدون عقاب. بدل نسبة 30% بتاعتنا هناخد 100%. الكونت اورلوك بينزل من السقف ويقول اهلا بيكم، معلش انا كنت نايم على السقف، اعتقد انكم خلصتوا المهمة، فزي ما وعدتكم دول ال50 مليون مكافئتكم. بيبص ورا ويلاقي السيد ماتس بيقول له انا طول عمري كنت بكرهك، وفجأة راسه بتنفجر، انا كده راضي بالفلوس ومش عاوز اشوفكم في مكان
مكان قريب مني وبياخد الفلوس ويمشي. بريتوري قبل ما يمشي بيقول لهم لو حد عرف علاقتي بالشبكة هطارد كل واحد منكم واقتله. وكل القنوات من بعدها بتتكلم عن انجاز بريتوري بانه قدر يرجع الخوذة اللي اتسرقت من مقر اتحاد العدالة، وجوني والبقية اتدمروا نفسيا، فشلوا بعد كل اللي حصل. المهم اللي كانوا متوقعين انها تكون الاخيرة فشلت. الشبح بيقول لهم انا ماشي ومش عاوز اشتغل معاكم تاني. ومن بعدها واحد ورا التاني بيمشي. كيسي يأست من الحياة، فجوني في وسط الشارع بيعرض عليها الزواج. بيقول لها ايه رأيك نبعد عن الجريمة ونكمل حياتنا مع بعض، نكمل في حياة عادية ومحترمة بعيد عن الاشرار. كيسي طبعا بتوافق وبيحددوا ميعاد الفرح. وفي ليلة قبل الزواج صحابه بيدخلوا عليه بيقولوا له مش عاوز تعمل مهمة أخيرة، انت دلوقتي مفلس وداخل على جواز، هتصرف ازاي الايام الجاية؟ مهمة أخيرة تجيب لك مبلغ تعيش بيه لحد ما تعمل مشروع. الغبي بيوافق على فكرتهم وبيسرق كل مكان الفلوس في الشارع مع صحابه. الشرطة بتطاردهم فبيهربوا من محطة المترو. بس بريتوري وصل لمساعدة الشرطة، بيدخلوا المترو اللي فعلا كان بيتحرك. بس بريتوري النهاردة عنده قدرة الشبح، بيدخل المترو ويمسكهم من قفاهم. جوني بيحاول يهرب من ايده، بيجري من المكان ويخرج من المحطة، وساعتها بيلاقي المصارع اللي بيديله ضربة بتكسر وشه. تم القبض على العصابة وجوني بيتحكم عليه ب5 سنين سجن. كيسي كانت مستنية جوني بفستان الفرح لكنه مجاش، ولا حتى هيجي لمدة 5 سنين. خلف وعده ورجع للجريمة، فبتخرج من القاعة وتحرق فستان الفرح وتقرر تكمل حياتها لوحدها. وبعد 5 سنين الأخبار بتنتشر في كل مكان. بريتوري خد براءة من 300 قضية، كلهم بيتهموه باستغلال منصبه والشراكة مع الأشرار. صحيح انه خد براءة بس سمعته كبطل اتدمرت وتم رفضه من اتحاد الابطال. المشكلة ان الاعلام كان بيتهم المصارع بالتعاون معاه لانهم كانوا اصحاب واقرب الناس لبعض، وفي صالة قمار الحرارة كان بيراهن. الغريب انه فاز بكل الرهانات اللي دخلها، ومدير المكان هو العقرب رئيس منظمة الشبكة واللي مسك بعد السيد ماتس. العقرب بيقول اكيد بيستخدم قدرة التنبؤ، دوروا في المكان عن اي شخص مشبوه، وفعلا في الجراج كان في واحد بيتواصل معاه. الامن بيروح هناك ويمسكه، وكمان بيجيب الحرارة من قفاه. العقرب بيقول الحرارة صاحب الخطط القوية بينتهي بخدعة عبيطة زي دي، بتستعين بواحد بيشوف المستقبل لمدة 30 ثانية. انت للأسف مستواك قل، وبيخبط الراجل بالعلبة على راسه ويقتله. بيقول للحرارة ايه رأيك، عاوز تبقى زيه ولا اديك فرصة؟ انا قررت اديك فرصة، معاك شهر من دلوقتي عشان تجيب لي 100 مليون دولار، ولو ما جبتهمش هكسر راسك. جوني بعد ما خرج من السجن بيروح لكيسي، بيقول لها انت لسه زعلانة مني، ما كانوش 5 سنين عدوا. بتقول له 5 سنين؟ ده انت دمرت مستقبلي. خلفت وعدك وسبتني عشان تعمل جريمة عبيطة مع صحابك. اطلع بره، انا مش عاوز اشوف وشك تاني. فجأة الحرارة بيدخل ويقول لهم الحقوني، انا محتاج مساعدتكم. بياخدوه للبيت عشان يعالجوا جروحه، وبيحكي لهم كل اللي حصل، وانه لازم يجمع 100 مليون دولار في خلال شهر. كيسي بتقول ايه العبط ده، ازاي تفكر تغش في مكان بيحكمه العقرب قائد منظمة الشبكة؟ جوني بيقول لها انا عندي خطة عشان نجمع 100 مليون دولار، انا عرفت معلومات كتيرة في السجن. بتقول له مش عاوز اعرف حاجة منك، اطلع بره لاني مش طايقة اشوف وشك. انا قررت اعمل له جواز سفر مزور واخليه يهرب بره البلد. جوني ما استسلمش وبيروح لجوش واللي بقى عنده شركة مقاولات كبيرة، وبيعرض عليه الخطة. ومن بعدها بيروح لتي كي واللي شغال دلوقتي في نقل البضايع، مجرد عامل باليومية وغير مسموح ليه يستخدم قدرته. فوركاست واللي بيبيع شمسيات في الشارع، رودي وسامي واللي لسه زي ما هم بيخشوا رهانات ومعارك تحت الارض. كيسي في الوقت ده بتروح لشركة تحت الارض عشان يعملوا جواز سفر للحرارة، ومع رجوعها بتلاقي جوني يجمع كل الاعضاء بعد ما اقنعهم بفكرته. قدام المجموعة دي كلها بتقول له خلاص انا هسمع الخطة، وبعدها قرر. بيروح مطعم والكل واقف بيصور اللي بيحصل، مستني واحد دعاه للغدا، والراجل بيوصل ويقول له انا كنت مستنيك. البطل المشهور المصارع ليه علاقات غير شرعية، سمعت عنك كتير في السجن، لو عملت اي حاجة فاصحابي هينشروا الصور في النت وحياتك هتتدمر. انا عاوزك تساعدني في عملية سرقة، بس ما تخافش العملية دي هتعجبك. عملية في واحدة من جزر اليابان. في رجل اعمال انتقل لهناك وفتح صالة قمار كبيرة، وهناك مخزن كل ثروته اللي جمعها في حياته. الراجل ده هو السيد ماتس، والاهم المساعد بتاعه وهو بريتوري صاحبك القديم اللي سوق سمعة الابطال، اكيد عاوز تنتقم منه. السيد ماتس استخدم ثروته عشان يعمل صالة قمار عملاقة بتجذب رجال الاعمال من كل انحاء العالم، والاهم ان مفيش ابطال خارقين هناك. الجزيرة بالكامل ما فيهاش الا السيد ماتس وبريتوري. المصارع بيقول لو هنتقم من بريتوري فانا موافق،
بس بشرط تعزف كل الصور بعد نهاية المهمة. الخطة اكتملت وكل الأعضاء وافقوا عليها. السيد ماتس في الوقت ده كان على الجزيرة بيمارس اليوجا يوميا عشان يهدي نفسه، لأن من وقت وصوله للجزيرة قرر ما يستخدمش قدرته ويحافظ على أعصابه، وفي كاهن متولي تدريبه على الاسترخاء. جوني بيقول لهم احنا هنسافر للجزيرة بس بطرق مختلفة. جوني وكيسي هيسافروا بالطيارة مع شنطتين، وجوش هيركب معاهم بس وهو مختفي عشان محدش يلاحظ وجوده. الشنطتين فيهم سامي ورودي بعد ما قطعوا جسمهم، والتلاتة الباقيين هيجوا بالقارب. اتفاضل المصارع اللي قرر يجي عوم في البحر. كده وصلوا الجزيرة من غير حد ما يلاحظهم، وهيبدأوا الجزء التاني من الخطة. كيسي ورودي بيتجهزوا لمقابلة السيد ماتس. رودي متنكر في هيئة عالم فيزياء، وكيسي هي المساعدة بتاعته. بيدخلوا المكان واللي فيه كشافات وموانع للقدرات. من المستحيل استخدام قدرتك في المكان ده، وبيعرضوا عليه مشروع لتصميم آلة الزمن. بيقولوا له باستخدامها تقدر تكون أقوى شرير في التاريخ. بيقول لهم أنا آسف مش محتاجها، أنا فعلا أقوى شرير في التاريخ. وبيرفض المشروع ويقول لهم المقابلة انتهت. بيخرجوا وهم بيشوفوا المداخل والمخارج. في الوقت ده باقي الفرقة دخلوا الكازينو وبيلفوا وهم بيستكشفوا المكان، وفي الليل بيتجمعوا ويرسموا مخطط للمكان. قصر السيد ماتس متصل بالكازينو ومتصل بالكهف اللي بيمارس فيه اليوجا، وخزنة الفلوس موجودة في الطابق السفلي. الخزنة عبارة عن شنطة سحرية جواها مساحة لا نهائية فيها كل الأموال والكنوز اللي جمعها في حياته، بس الوصول لهناك شبه مستحيل. في حساسات وموانع للقدرات وأجهزة حماية، فالحل الوحيد هو تعطيل أنظمة الأمن. كيسي بتقول لهم في مكانين لأنظمة الأمن، خلاص كل الترتيبات تمت والمهمة هتبدأ بكرة. جوني بيقابل كيسي بالليل ويقول لها ده وعدي الأخير ليكي، بكرة هتكون آخر مهمة ومن بعدها هنقضي اللي باقي من حياتنا مع بعض وعمري ما هكذب عليكي أبدا. بيصحى من النوم ويلاقيها مش موجودة. بيتصل بيها ويلاقيها في المطار. بتقول له أنا خلصت جزء من المهمة عشان كده هرجع قبل ما يحصل أي حاجة. فبيبدأوا الخطة من غيرها ويتقسموا الفرقتين. الفرقة الأولى بتوصل لغرفة التحكم وتخدر كل الحراس. بيوقفوا كاميرات المراقبة ويعطلوا نظام الأمن. الفرقة التانية بتتوجه لمكان الخزنة واللي فيها نظام الأمن التاني، بس فجأة بيلاقوا قدامهم فرق من النينجا. السيد ماتس مش بس بيعتمد على أنظمة الحماية، ده كمان معين فرقة لحماية المكان، والفرقة التانية كذلك بتقابل آليات الحماية وفرق النينجا. الاتنين هدفهم يوصلوا للمقر التاني عشان يوقفوا أجهزة الحماية ويقدروا يستخدموا قدراتهم. الحرارة بيستخدم المسدسات بتاعته عشان يدافع عن الفرقة، ورودي بيدافع عن الفرقة التانية بجسمه. بيسمح للشبح بإيقاف نظام الأمن وأخيرا بينجح في المهمة. رودي وسامي بيجددوا نفسهم ويواجهوا النينجا. وفي المطار كيسي بتحجز تذكرة الطيارة، بس فجأة بريتوري بيظهر من وراها ويقول لها أي حركة مريبة هقتلك، أنا عمري أبدا ما انساكي. السيد ماتس بيظهر ويقول لها أنا مش غبي، تنكرك استحالة يخدعني. بياخدها للقصر عشان يبدأ في استجوابها، وبيحقنوها بسائل الحقيقة واللي بيجبر الشخص على قول الحقيقة. في الوقت ده الفرقة وصلت لآخر ممر مغطى بأشعة الليزر اللي بتقطع أي حاجة تلمسها ومفتاح الغلق في آخر النفق. رودي وسامي بيتسابقوا لهناك، فالأشعة بتقطع سامي. رودي بيكمل وهو كمان بيتقطع، بينمو من جديد ويكملوا. بيشوفوا مين هيوصل الأول. خطة مقززة جدا لأنها مبنية على تشريح أجسام الاتنين. في الواقع عمرها ما كانت هتنجح من غيرهم، وسامي هو اللي بيفوز في السباق وبيوقف الأشعة. بيدخلوا الخزنة ويلاقوا الشنطة، وأول ما يفتحوها بيتصدموا من كم الكنوز المتخزنة جواها. أخيرا أنجزوا المهمة بنجاح. في الوقت ده ماتس بيسأل كيسي انت ايه اللي جابك للجزيرة؟ بتقول له اكيد للسرقة، في الوقت اللي انت واقف فيه صحابي بيسرقوا كل ثروتك. بيفتح كاميرات المراقبة ويلاقي كل الحراس فاقدي الوعي. بيشوف المجموعة وهي في القبو. بيقول لبريتوري بسرعة روح وقفهم. بريتوري فورا بيستخدم الانتقال الآني ويوصل قدامهم. جوني بيقول له انا مش هحاربك، انا جايب اللي هيوقفك عند حدك. المصارع بيطلع سيجارة ويشربها، هتفرج عليكم وانتوا بتتضربوا. وفعلا بريتوري بيضرب فيهم الواحد ورا التاني، بيكسر عظمهم والمصارع واقف مستمتع بالعرض. السيد ماتس بيستخدم قدرته عشان يفجر راس كيسي. قدرته ذهنية زي كيسي بالظبط، وبيستخدمها في تفجير رؤوس خصومه، بس كيسي بتقاومه بقوتها وتحاول توقفه. معركة ذهنية بين الاتنين. بريتوري خلص على المجموعة بالكامل، فالمصارع بيقول دوري جه، انا جيت عشان اخلص حسابي معاك، امثالك اللي سوقوا سمعة الابطال. بريتوري بيوجه له ضربة بس بيصدها بسهولة، وبيكشف نفسه وبيعرف ان ده هو المصارع. بيقول له انا اسف والله كانت غلطة. بيوجه له ضربات كتيرة فبيصدها، وبيديله ضربة واحدة بيكسر
بيكسر بيه الحيطة. بريتوري بيرجع له من تاني بضربات متعددة. المصارع بيمسك ايده ويقول له بعد خيانتك ما تستحقش تعيش، وبضربة بيكسر بيه الارض وضربة اخيرة بيكسر ايده. بيقول لهم انا كده خلصت دوري، ما اعتقدش انه هيقدر يتحرك تاني. ماتس بيستخدم كل قوته ويوجهها لكيسي وفجأة راسها بتنفجر. بيقول انت اقوى خصم قابلته في حياتي. بيتواصل مع بريتوري بس بدون رد. الحراس بيتواصلوا معاه ويقولوا له ارجع بسرعة للقصر، بريتوري خسر المعركة. بيقول لهم القصر؟ ما انا موجود في القصر. بيركز في المكان، ايه ده انا فين؟ وبيظهر قدامه جثة الخادم اللي فجر راسه. كيسي لعبت بيهم الكورة، سيطرت عليهم من المطار وخلتهم يشوفوا اللي هي عاوزاه. خلتهم في مكان بعيد عن القصر عشان تسمح للبقية بإنهاء المهمة، والفرقة نجحت في الخروج من الجزيرة بأمان، وكل واحد خد نصيبه من المهمة. الحرارة استخدم نصيبه في المراهنات زي العادة، وتيكي فتح محل مع مراته وسافر لإيطاليا. فوركاست استثمر فلوسه في مشاريع استكشاف الفضاء، وجوش وسع من أعمال البناء وشركته أصبحت من أقوى الشركات. الغريب إن رودي عجبه الدور واستثمر فلوسه في اكتشاف آلة الزمن، بس أخوه سامي كان بيصرف الفلوس في الخمر والنساء. المصارع راح للأبطال واعترف لهم بعلاقاته السرية، والأبطال سامحوه وادوله فرصة جديدة. وجوني كان عامل خازوق للعقرب. نشر أخبار في كل مكان إن الحرارة دفع 100 مليون دولار للعقرب، والسيد ماتس سمع بالأخبار، رجع للعقرب وقال له باعت المجموعة دي عشان تسرق فلوسي. بعد ما سبت لك قيادة منظمة الشبكة قررت تهاجمني. وبيفجر راس العقرب وبعدها بيفجر رؤوس كل مساعدينه. بيقول خلاص أنا قررت أرجع لرئاسة الشبكة. وجوني وكيسي في الوقت ده كانوا بيحتفلوا بزفافهم، هيستخدموا الفلوس اللي خدوها عشان يكملوا حياتهم مع بعض. وبس كده، ده كان كل اللي عندنا. انمي مسلي اديله 7.5 من 10. قول لنا تقييمك للانمي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.